يحرص الكثيرون على إضفاء التميز على مناسباتهم الخاصة، لكن البحث عن هذا التميز قد يجر البعض إلى عوالم الغرابة والخروج عن المألوف. نعم، هذا من ساق إليه ثنائي دنماركي أقاما حفل زواجهما في أعماق أحد الكهوف في مدينة إمبيريا في شمال غرب إيطاليا. ليسا عاملي مناجم، وإنما هما عروسان يبحثان عن تخليد لحظة ارتباطهما المقدس في أعماق الأرض، حيث يقولان إنهما يريدان استيداع سر ارتباطهما الأبدي. على عمق 50 مترا تتهيأ الدنماركية آنيت كريستيانسن لاستكمال زفافها في قلب كهف مونتي كوكو الشهير في مدينة إمبريا الإيطالية. فوفقا لنصيحة والدتها التي زارت هذه الكهوف السنة الماضية، فإن هذا المكان الغارق في العتمة يمثل مسرحا مثاليا للباحثين عن التميز في توثيق لحظاتهم الاستثنائية. بيد أن إغال العروسين في جوف الأرض لم يمنع بعض الأصدقاء من حضور المناسبة التي تمت بعيدا عن ضوء الشمس. اختيار الزوجين الدنماركيين مدينة أمبيريا لم يكن بمحض الصدفة، فالمدينة المعروفة كباقي المدن الإيطالية بأنشطتها الترفيهية في فصل الصيف تتميز عن غيرها بكهوفها المترامية الأطراف التي تصل أحيانا إلى عمق 900 متر. قررنا الاحتفال بعرسنا هنا لأنه مكان رومانسي ومثير، ولأنه ليس لدينا كهف مشابه في الدنمارك، كما رأينا أن نجعل منه فضاء لقضاء عطلتنا وشهر العسل في آن. أخذ بوسكوف ساركيار عروسه ومضى مغادرا باطن الأرض باتجاه ظاهرها بعد أن قبر عالم العزوبية بعيدا في أعماق الأرض، ومن ثم انطلق في رحاب حياته الزوجية التي بدأت للتو.